عمر عنان، كاتب الاقليمي للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبيه بعماله وجد الانقاض، ونائب برلماني عن حزب نفس العماله. اليوم حدث عظيم يتمثل في انعقاد المؤتمر الاقليمي للشباب والاتحاديه، وهي محطه تنظيميه متميزه، حيث سينكب المؤتمرون على بعد الجلسه الافتتاحيه على مناقشة الأوراق السياسية والتنظيمية وبرنامج عمل واختيار الهياكل التنظيمية لهذه الشبيبة، واختيار كذلك الكاتب الإقليمي للشبيبة الاتحادية. واليوم في الجلسة الافتتاحية حيث الحضور كبير وكثيف ونوعي من مناضلات ومناضلي الحزب، من الشبيبة الاتحادية، من المتعاطفين مع الحزب، من ممثلي الهيئات السياسية والنقابية والجمعوية، وكذلك من وسائل الإعلام التي مشكورة تتكافل وتتولى التغطية الإعلامية لهذا الحدث المتميز. وهذا الحدث سيتخلله كلمات توجيهية وكلمات ومداخلات سياسية كلها تتمحور على قطاع الشباب ودوره في التنمية، وكذلك دور الشباب في بناء مستقبل الغد. وهنا نعول على هذه الطاقات كما قاله جلالة الملك محمد السادس نصر الله في عدة خطاباته أن الشباب هو ركيزة البلاد وأمل المستقبل. وكلنا علينا نحن كأحزاب سياسية وكل فاعل في المجتمع أن نواكب هذا الشباب، أن نؤطره، لأنه أمل المستقبل، أن يكون خطابنا خطاب الأمل لا خطاب اليأس، أن يكون خطابنا هو خطاب الذي يحفز الشباب على الانخراط في الحياة العامة في البلاد في أوراش التنمية. هذا الشباب الذين كلهم جلهم ولدوا في عصر محمد السادس نصر الله، كلهم أعمارهم تتراوح ما بين 20 و 25 سنة، وكلهم إذن عاشوا فترة محمد السادس التي شهد فيها المغرب تنمية منقطعة النظير على المستوى الاجتماعي والاقتصادي وهنا هذا الشباب عليه أن يحمل المشعل وأن يتسم بالقيم المواطنة لكي يساهم في تنمية البلاد. نتطرق كذلك إلى المشاكل التي يعاني منها الشباب من البطالة التي تحطم أرقام قياسية في جهة الشرق وفي وجدها كذلك، والآفاق المسدودة، ولأن الشباب هنا لا يجدون إلا الفرار أو الهجرة أو التسكع في الطرقات والمقاهي، وهذا أمر لا نقبله ولا يقبله أحدا. وعلى الحكومة أن تتحمل مسؤولياتها في هذا المجال، وأن البرامج الحكومية الموجهة للشباب يجب أن تكون جدية وفعالة، وأن تكون مقاربة للعدالة المجالية. كل ما يقع في الرباط يجب أن يقع كذلك في وجده. هناك جواز سفر يتمتع بها شباب الرباط، يجب أن يتمتع بها كذلك شباب وجده وجهة الشرقية. وكذلك لا بد الإشارة إلى المسائل التدهور البنية التحتية والطرقات والمساحات الخضراء بوجده. هذا التدهور الذي عرفناه في السنوات الأخيرة، ولكن مع حسن الحظ السيد الوالي الجديد بعد تعيينه من صاحب الجلالة هناك مبادرات ملموسة وشهدناها هناك للنهوض بهذه المدينة، ونتمنى أن يستمر هذا المجهود لتستعيد وجده إشعاعها ولتعزيز الخدمات الأساسية لساكنة المدينة.